فريدة مسكت فستان الفرح وقالت بشماتة: يلا يا عروسة، عشان المأذون وصل والعريس مستنيكي تحت عشان يكتب الكتاب وياخدك. ندى زقتها بإيديها وقالت بغضب: ابعدي عني، قلت مش هتجوز. يا ناس حرام عليكم، يعني مش كفاية عايزين تجوزوني بالغصب، كمان عايزين تجوزوني وانا على ذمة واحد تاني؟ هو ده يرضي ربنا؟ هو مين ده يا اختي اللي على ذمته؟ تكونيش اتجوزتي من ورانا واحنا ما نعرفش؟ تعالى يا حسن شوف اختك اللي ناوية تفضحنا وتجيب لنا العار. انا مش هتجوز حد من بعد عاصم يا حسن، مش هقدر اشوف نفسي مع راجل غيره واخليه يقرب مني كده. ما ترمنيش الرمية دي علشان خاطري. لا حول ولا قوة الا بالله. عاصم بتاعك ده مات وشبع موت. هو انت ليه مش عايزة تقتنعي بكده؟ الراجل بقاله 7 شهور ميت وانت لسه بتفكري فيه. وبعدين اللي بعمله ده هو الصح. هتفضلي يعني حابسة نفسك كده من غير جواز؟ بس لسه عايش جوه قلبي. ده عاصم يا حسن صاحب عمرك، بسهولة كده عايز تسلم اختك اللي هي مراته لواحد تاني؟ طيب ازاي وحبه لسه معشش جوه قلبي، وروحي وابنه اللي حتى منه قبل مني، واللي انت وديته لأهل جوزي وعايز تحرمني منه هو كمان؟ ده هو اللي بيصبرني على فراقه. ما بكفاياكي بقى، هو انت اول واحدة جوزها يموت وتتجوز بعده؟ عاصم مات خلاص وما بقاش موجود في حياتك. انا عارفة كان عاجبه فيكي ايه بزنك ده. خلاص يا فريدة وانت يا ندى، الناس خلاص تحت، وصدقيني انا بعمل كده لمصلحتك علشان تعيشي حياتك، بدل ما انت من ساعة ما مات قافلة على نفسك كده وهتموتي من كتر العياط والحسرة. واذا كان على ابنك فانت تقدري تشوفيه في اي وقت، لكن ما ينفعش يفضل معاكي حتى بعد الجواز، وده شرط العريس. يا ناس، هو انا قلت عايزة اتجوز من اصله؟ يعني اقتل روحي واريحكم مني خالص؟ حسن وفريدة طلعوا بره بعد ما زهقوا من الكلام معاها بدون فايدة، لكن سابوا لها الفستان وقالوا لها شوية وتنزلي من نفسك. وقتها ندى مسكت سكينة وقالت بنظرات كلها يأس: سبتني لوحدي ليه يا عاصم؟ اهم هيظلموني من بعدك، سامحني يا رب، لكن انا ما بقتش قادرة على الدنيا دي من غيره. في نفس الوقت عزام اتنهد وهو بيبص على حفيده اللي نايم على الكنبة قصاده وقال بحزن: لا حول ولا قوة الا بالله. الولد مبطلش عياط وعايز امه. هيعيش الايام اللي جاية ازاي من غيرها؟ وهي خلاص كاتبه كتابها زمان وتم. ازاي جالها قلب تسيبه علشان تتجوز؟ انا مش عارف. ما تظلمهاش يا عزام، انا وانت اكتر ناس عارفين هي كانت قد ايه بتحب عاصم قبل ما يموت. لكن الزن على الودان بقى، وتلاقي مرات اخوها هي اللي ورا الموضوع علشان طول عمرها ما بتحبهاش وعايزه تاخد البيت ليها لوحدها. حتى لو كده يا امال، الواحد مش عارف ازاي هيتصرف مع الواد ده احنا بالعافيه عرفنا نخليه يقتنع ان ابوه مسافر وهيرجع تاني لانه مش متقبل فكره موته. يبقى دلوقتي كمان امه تسيبه؟ هقول ايه، حقها برضو تشوف حياتها. عاصم اتجوزها وهي بنت عندها 17 سنة، يبقى هتوقف حياتها ليه والعمر قدامها طويل لسه؟ ربنا يرحمك يا عاصم، لو كان موجود دلوقتي ما كانش هيقبل اي راجل يلمسها غيره. ده ياما كان بيتخانق معاها لو حد بس لمحها ولا بصلها بصة ما تعجبهوش، وحتى لو النقاب على وشها كان بيموت فيها يا حبة عيني، ومحبش قبلها ولا بعدها، وسافر واتغرب بره علشانها، لكن ما كناش نعرف انه هيموت هناك. عزام حاول يمسك دموعه وقال علشان يغير الموضوع: امال فين ابنك اسامه؟ من الصبح ما جاش ولا حتى بيرد على تليفوناته، هيكون رايح فين؟ وفي نفس اللحظه دي دخل اسامه وقال بسعاده وهو بيجري ناحيتهم: ابويا، امي، جايب لكم خبر ب1,000,000 جنيه، مش هتصدقوا، عاصم طلع عايش ما ماتش. مالكم ساكتين ليه؟ بقول لكم ابنكم عايش ولسه فيه الروح. عزام وامال بصوا لبعض وهما مش فاهمين حاجه وبيحاولوا يستوعبوا كلامه، لكنهم مش مصدقين برضه لانهم دفنوا عاصم بايديهم، يبقى ازاي عايش؟ فاعتقدوا ان ابنهم هو اللي فيه حاجه غلط وتعبان لانه كان قريب من اخوه، علشان كده حاولوا يهدوه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو انا هدفن واحد التاني عقله هيطير مني؟ يا ابني احنا دفنا اخوك وخلاص مات وشبع موت، ده بقاله 7 شهور ميت. ياما انت فاكراني مجنون؟ طيب ليكي حق، ما انا برضو ما صدقتش لما شفته قدامي، لكن اكيد لما تشوفوه انتوا كمان هتصدقوني. يلا يا عاصم تعالى قرب من اهلك وعرفهم انك لسه عايش. وهنا كانت الصدمه للكل لما شافوا عاصم فعلا داخل عليهم بخطوات متردده، وكانت وراه واحده ماسكه فيه جامد وهي برضو مستغربه الوضع. السلام عليكم، هم دول المفروض امي وابويا؟ انا برضو لسه مش فاكرهم،
لكن طالما انت بتقول كده يبقوا فعلا اهلي. امال وقعت مكانها قطع النفس، وعزام قرب بخطوات مصدومة وهو مش مصدق، وحط ايده على وشه وقال: ابني؟ انت لسه عايش؟ طب ازاي؟ امال بعد ما فوقوها فضلت ماسكة في عاصم وعمالة تعيط وتحضن فيه بسعادة. حمد لله على سلامتك يا ابني، انا مش مصدقة لحد دلوقتي انك عايش وبين ايدي، منهم لله اللي كانوا السبب في فراقنا عن بعض. انت مش هتبعد عني تاني، فاهم؟ انت ساكت ليه يا ابني؟ ما بتردش عليا ليه؟ انت تعبان كفلنا الشر؟ ها؟ لا انا بخير، بس بصراحة مش فاكرك ولا فاكر اي حد منكم. ازاي ده؟ يعني ايه مش فاكرنا يا ابني؟ هو حد ينسى اهله برضه؟ انا هفهمك الحكاية يا ابويا. عاصم بعد ما سافر حصل عطل في السفينة اللي كانوا عليها وغرقت، لكن قبل ما يموت كان حد من على المركب سرق الحاجة بتاعته، واللي كان فيها طبعا اوراقه وملامحه اتشوهت من المية والاملاح والسمك، لان الجثة فضلت كتير عقبال ما طلعت، واحنا ساعتها حالتنا كانت حالة، واعتقدنا بالاوراق اللي معاه ان هو ده عاصم ودفناه على الاساس ده. يعني اللي في المدافن ده كان كل ده واحد تاني غير عاصم ابني، واللي قعدنا نعيط عليه بدل الدموع دم؟ بعدها عاصم ناس تانيين لحقوه، لان المية فضلت تمشيه لبعيد قوي، بس حسب كلامه الناس دول كانوا كويسين معاه وشغلوه حتى بعد ما اكتشفوا انه فاقد الذاكرة، عشان كده هو مش فاكرنا ياما. وانا لاجل الحظ واحد صاحبي شافه بالصدفة وخليته يبعتلي صورته، وبرضه ما صدقتش، ورحت جري على هناك وفضلت مصمم ان هو اخويا، وعملنا تحاليل وتأكدنا هناك، وبعدها كنت مصر اجيبه معايا علشان تشوفوه. يعني انت مش فاكرنا دلوقتي؟ بس مش مهم، الحمد لله انك رجعت بالسلامة لينا ولمراتك وابنك. أسيف البنت اللي كانت معاه في اللحظة دي اتكلمت وقالت: نعم، هو مين ده اللي رجع لمراته وابنه؟ هو انت متجوز يا آسر؟ امال ليه لما خطبتني فهمتني انك مش متجوز ولا في حد في حياتك تاني؟ هو انت خطبت يا ابني؟ طب ومراتك وابنك دول ايه؟ ما فكرتش فيهم؟ احنا نسينا، البت زمانها دلوقتي اتكتب كتابها على حد تاني، وهي لسه على ذمتك، قوموا يلا نلحقها. عاصم كان قاعد مش فاهم حاجة خالص ولا عارف يعمل ايه، لكن راح معاهم، واول ما وصلوا هناك اكتشفوا ان العروسة قطعت شرايينها وودوها المستشفى، فبسرعة طلعوا على المستشفى، وكل ده وهو مش فاكر حاجة. أسيف مسكت فيه وقالت بغيرة: هو انت داخل لمين؟ هو انت اصلا فاكرها يا عاصم؟ هو انت نسيت خطوبتنا وحبك ليا؟ انا صحيح كان نفسي من زمان تلاقي اهلك وتتعرف عليهم، بس مش لدرجة انك تطلع متجوز وتخدعني. هو انا فاكر حاجة يا أسيف علشان تعاتبيني عليها؟ ما انتي اكتر واحدة عارفة ان انا فاقد الذاكرة، يبقى منين كنت هعرف ان انا متجوز ومخلف؟ انا اصلا مش فاكر لحد دلوقتي ولا اعرف هي مين مراتي دي اللي عمالين يقولوا عليها. طيب خلاص، مش انت اتعرفت على اهلك؟ يلا بقى نمشي. أسامة وابوه وامه كانوا سامعين اللي بيحصل وعمالين يبصوا لبعض وهم متضايقين من تصرفاتها وتصرف عاصم ابنهم كمان. علشان كده قرب عزام وقال: ايه يا عاصم، هو انت نسيت الاصول؟ حتى لو مش فاكر حاجة فمراتك جوه تعبانة، ادخل شوفها، دي حاولت تنتحر علشان ما تتجوزش حد تاني، وابنك الغلبان عمال هيموت ويقرب منك وانت عمال تبصله وساكت. ادخل شوف عيلتك وبعد كده ربنا يحلها. عاصم رغم انه مش فاكر حاجة، لكن ما يعرفش ليه حس بالتوتر من لهجة الراجل ده معاه، وكلامه حسسه بالإحراج، فاضطر فعلا يدخل معاهم لجوه. وأسيف وقفت وهي متعصبة ومتضايقة من اللي بيحصل، لكن مش عارفة تمنعه أكتر من كده. أمال في الوقت ده بصت لها من فوق لتحت بضيق شديد وقالت في سرها: شوف البت عايزة تاخد مننا الواد بعد ما كنا محرومين منه ومفكرينه ميت، ده بعيني كسبلك ابني، شكلك مش سهلة، دي ندى كانت برقبتك وعمرها ما منعتني من ابني. ماشي يا خواجاية، شوفي هتعرفي تاخديه مننا ازاي، اكيد اول ما يدخل هيفتكر مراته حبيبة قلبه وهي اللي هتقعده جنبها. عزام قال بعتاب: كده يا بنتي تموتي نفسك؟ انا عارف انهم ضغطوا عليكي، لكن مش لدرجة تكفري، احمدي ربنا انها جت سليمة، واول ما تخرجي من هنا تحاولي تكفري عن الذنب ده وتطلعي حاجة لله علشان ربنا يسامحك ويغفر لك. ندى كان النقاب على وشها وقالت بدموع وندم: غصب عني يا عمي، حاولت كتير معاهم ان انا مش هقدر اتجوز حد غير عاصم، ولا هخلي حد تاني يلمسني، ولا هقدر ابعد عن ابني، لكنهم كانوا مصممين. حسيت ساعتها باليأس وان ربنا ما بيحبنيش ولازم اموت علشان اروح لعاصم حبيبي. طيب علشان تعرفي ان ربنا بيحبك
وكان سايب لك فرصة بيختبرك بيها. عاصم ما طلعش ميت وطلع عايش. عارف انك مصدومة، وعلشان تصدقيني اهو واقف هناك اهو. أسامة ابتسم وبدأ يحكي لها اللي حصل. اللي دفناه ده كان واحد تاني، لكن عاصم طلع عايش الحمد لله ورجع لنا بالسلامة. ندى في اللحظة دي عيونها جت على عاصم اللي كان واقف بيتابع اللي بيحصل بتوتر، وقامت وهي مش مصدقة رغم تعبها، وبدأت تلمس وشه ودموعها بتنزل أكتر وهي عمالة تضحك وتعيط في نفس الوقت. عاصم حبيبي، انت بخير صح؟ يا رب ما كنش بحلم. عاصم وحشتني قوي. عاصم اتفاجئ بيها لما رمت نفسها في حضنه، وكان متجمد مكانه وهو مش عارف يتصرف ازاي، لأن للأسف برضه لسه مش فاكر حاجة. لكن ما يعرفش ليه قربها منه بالطريقة دي خلاه يحس بضربات قلبه السريعة، ورفع ايده وطبطب عليها. أسامة وعزام في الوقت ده طلعوا بره، وندى رفعت النقاب وقالت بابتسامة عريضة: والله العظيم كنت متأكدة انك عايش، ولما كنت بقول لهم كده يقولوا لي انت مجنونة وبتخرفي. محدش كان مصدقني، لكن فهمت دلوقتي الإحساس ده. شفت عملوا فيا ايه يا عاصم من غيرك؟ انا اتعذبت قوي، ما تسيبنيش تاني علشان خاطري. عاصم كان سامعها وما قدرش يرد عليها، لأنه كان متنح قصاد جمالها لما كشفت وشها ليه، وفي اللحظة دي حس فعلا بالانجذاب ناحيتها وبدأ يتنفس بصعوبة وتوتر. عاصم، هو انت ما بتردش عليا ليه يا حبيبي؟ اكيد ما نسيتنيش، وكلام اخوك ده كان عنهم، لكن الا انا، انت طول عمرك كنت بتقولي كده، ومستحيل تقدر تعيش من غيري ولا تنساني. لا عشان خاطري رد عليا وسمعني صوتك. انا والله الموضوع غصب عني، لكن انا فعلا مش فاكر اي حد فيكم، غير يا دوبك كده خيالات بتيجي في دماغي وبحاول اضغط على نفسي علشان افتكركم. لكن فعلا من كلامكم الشكل ان احنا كنا قريبين فعلا من بعض قوي، لكن دماغي بتصدع جدا ومش بفتكر حاجة. ندى مسكت وشه بين ايديها وقالت: لا خلاص، مش مهم تفتكر، سلامتك يا حبيبي اهم حاجة، المهم انك قدامي وبخير، وكل حاجة بعد كده تيجي براحتها. وحشتني قوي يا حبيبي، وانا هفكرك بكل حاجة، ما تقلقش، سيبلي المهمة دي. بيتهيألي مفيش احلى من الواحد او الواحدة لما يعيدوا امجاد حبهم من تاني، بس انا لما بقرب منك كده فعلا ما بتفتكرش ولا بتحس بأي حاجة. عاصم في اللحظة دي سكت وهو عمال يسرح في كل كلمة بتقولها، وعيونه اللي بتحاول تدرس كل تفصيلة فيها بإعجاب وإنجذاب، وأكيد كل ده مخليه في حالة بتأكد إنه مش أول مرة يشوفها فعلا، لدرجة قربها منه خلاه يقرب منها أكتر وهو مسحور بيها، ومسك وشها بين إيده وقرب أكتر. ندى كانت مبسوطة قوي وسعيدة لما بدأت تحس بنظراته ليها بتاعت زمان، وعرفت إنها لسه في قلبه وقدرت تأثر عليه زي زمان وأكتر، علشان كده استسلمت ليه. لكن فجأة دخلت أسيف وقالت: الله الله، ايه اللي انت بتعمله ده يا أستاذ؟ بقى سايب خطيبتك بره وانت هنا بتقرب من واحدة غيري؟ ندى في اللحظة دي بعدت عنه وقالت: خطيبتك؟ خطيبتك ازاي يعني؟ زي الناس يا حبيبتي، يعني زي ما انت مراته انا كمان ليا فيه، وياما بس الايادي وتحايل علشان بس بابا يوافق ان احنا نتخطب، وفرحنا المفروض بعد شهر. ولا ايه يا آسر؟ آسر مين؟ ده عاصم جوزي، انت اكيد تقصدي حد تاني. لا، اقصد اللي واقف قدامك، ما هو ده الاسم اللي انا سميته ليه قبل ما اعرف ان اسمه عاصم، ومش ناوي اغيره بصراحة، علشان ده الاسم اللي حبينا بعض بيه. ندى رمت الحاجات اللي على التسريحة وقالت: يعني انا كنت هموت نفسي وحرمت روحي من الفرحة واي حاجة في الدنيا علشان خاطره، وفي الاخر رجعلي وهو خاطب واحدة تانية بتقول خطيبته عادي؟ امال قالت بقلق: يا بنتي هدي نفسك، انت لسه خارجة من المستشفى، مش ناقصين تتعبي اكتر، وبعدين ما تسيبيها تقول اللي تقوله. هو انت هتسيبي لي هي خايبة؟ ولا عاصم حتى وهو فاقد الذاكرة هينسانا؟ لا نسينا يا مرات عمي وشاف غيري. انا مش عارفة اصلا ايه اللي جابني هنا بعد ما خرجت من المستشفى، بس عشان ما كنتش طايقة اخويا ولا مراته بعد اللي عملوه فيا، ولا حتى طايقة ابنك، وعايزة يطلقني دلوقتي حالا. ما انا اللي هبلة علشان صدقته. ما تهدي بقى وبطلي هبل، طلاق ايه وزفت ايه؟ واحنا ما صدقنا الواد رجع بالسلامة علشان نلم شمل العيلة. اللي تحت دي هي اللي ملهاش مكان في حياتنا، ولازم ما نديهاش فرصة وتمشي من هنا. دي البجحة قالت له قدامنا يلا نمشي طالما مش فاكرهم، والمشكلة هو بيسلم لها علشان مش فاكر حاجة يا عيني. يعني مش بمزاجه يا بنتي بيعمل كده، المفروض نساعده. ساعدوه انتوا بقى بمعرفتكم، انما انا عايزة اتطلق يعني هتطلق، وهاخد ابني معايا
ومحدش ليه دعوة بيا. خليه هو يشبع بالسنيورة، طالما بنى حياته بعيد عني يبقى أنا كمان هشوف حياتي بقى. عاصم في اللحظة دي دخل وهو سمع كلامها الأخير. ممكن لو سمحت يا حاجة تسيبينا لوحدينا شوية، عايز أتكلم معاها. ما اسميش حاجة يا ابني، اسمي أمك، ومش محتاج تستأذن علشان تتكلم مع مراتك. اتفضلوا براحتكم، أنا برا. عاصم قرب منها بعد ما أمه مشيت وقال: صوتك جايب لحد تحت وانتي عمالة تتخانقي وتزعقي. ممكن تهدي وتستوعبي ان انا كمان مش فاكر اي حاجة وفي حالة صعبة ومحتاج اللي يساعدني علشان افتكر؟ وهي خطيبتك اللي معاك مش كفاية انها تساعدك علشان تفتكر؟ واضح انك متمسك بيها، وهي كمان، وعلى كلامها عملت المستحيل علشان تقبل بيك. عاصم حس بغيرتها من كلامها فرد وقال: المشكلة انهم لما انقذوني من البحر واسعفوني محدش وقف جنبي غير اهلها، وهي كمان، فطبيعي هي كانت قدامي وانا مش فاكر حاجة، والكل كان بيقول لي عيش حياتك وابني أسرة، والظاهر كده انك ملكش قرايب علشان ما سألوش عليك، لكن عمري ما كنت اتوقع ان انا اصلا متجوز ومخلف كمان. طيب اديك عرفت، هتعمل ايه دلوقتي؟ هتقدر تسيبها وترجع لحياتك القديمة اللي انت مش فاكرها؟ سكت شوية وبعد كده قال: ما هو برضه ما ينفعش اسيبها بعد ما وقفت جنبي زمان، فجأة كده بعد ما لقيت حياتي اسيبها؟ انا لولاها فعلا ما كنتش هكون موجود قدامكم، وبالطريقة دي هكون ندل وشخص وحش. للدرجة دي خايف عليها وقلبك مش مطوعك تأذيها، لكن تأذيني انا عادي؟ انت مستحيل تكون عاصم، اكيد في حاجة غلط. عاصم اللي انا حبيته كان بيعمل اي حاجة في الدنيا حتى لو على حسابه قصاد ان انا اكون سعيدة ومبسوطة. كان بيفكر فيا قبل نفسه، كان مستحيل يخوني ولا يبص لغيري. انما انت ما شاء الله خطبت وحبيت ومش قادر تسيبها كمان. هو انت ليه مش عايزة تستوعبي اللي انا فيه؟ انا ما بقولش انا بحبها ولا بكرهها، انا بقولك انا مش عايزة اكون ندل معاها مش اكتر. فممكن تديني فرصتي لحد ما اشوف هعمل ايه، لان انا فاكر حياتي اللي معاها ومش فاكرك انتي. ما العبارة اتفهمت خلاص، بتجيبها لي بالمحسوس. ماشي يا عاصم، اعمل اللي تعمله في حياتك، ما بقتش فارق معايا زي ما انا ما فرقتش معاك، بس يا ريت بقى تطلقني وهو بالمرة الحق اشوف العريس اللي كان جايبهولي اخويا، وكنت هموت نفسي علشان ما اكونش ليه لسه موجود ولا لا، واشوف انا كمان حياتي طالما هي خلاص بقت كده. ما تحترمي نفسك بقى، واحد غيري اصلا المفروض يحاسبك على عملتك دي، رايحة تتجوزي وانتي على ذمتي وكمان لسه بتفكري فيه؟ يا سلام، طب ما انت عملتها ولا بتحللها ليك وتحرمها عليا علشان انت الراجل؟ لا، علشان انا مش فاكر حاجة، افهمي بقى. يوسف ابنهم في اللحظة دي دخل وجري ناحية والدته وهو بيعيط. مالك يا حبيبي في ايه؟ مسك فيها وحضنها وقال: هو انا عملت حاجة وحشة علشان بابا يبعد عني ومش راضي يكلمني ولا يحضني زي زمان؟ انا كل ما اقرب منه يبصلي ويسكت. هو ليه سافر من الاول وسابنا يا ماما؟ طالما هيرجع كده مش عايزنا. ندى صعب عليها نفسها وابنها وسكتت وهي مش عارفة تقول ايه، وعاصم اتوتر من الكلام لكن حاول يقرب من الطفل وقال بابتسامة: لا يا حبيبي انا مش زعلان منك، لكن انا مشغول شوية مع ماما. مش انت عايزني احضنك؟ تعالى ما تخافش مني. يوسف قرب منه بتردد وعاصم حضنه فعلا وحس ناحيته بشعور غريب، وندى مسكت دموعها بسرعة وهي شايفة ابنها قد ايه محتاجه، لكنها مش قادرة برضه تتحمل وجود واحدة تانية في حياتهم، خصوصا بعد حبهم الكبير لبعض. أسيف قالت بعصبية: نعم، يعني ايه هتفضل هنا يا عاصم؟ انت في ايه في دماغك؟ ما تقولي بصراحة انك عايز تسيبني بعد ما لقيت عيلتك، وكأنك معشمتنيش بيك وعلقتني وفهمتني انك بتحبني وهنبني أسرة سوا، يعني هي دي آخرة المعروف هترميني؟ أسيف علشان خاطري فهميني، علشان أنا مش قادرة أتكلم أكتر من كده وزهقت من الموضوع ده، لكن هنا في ناس محتاجالي، إذا كان أمي ولا أبويا ولا أخويا ولا حتى ابني اللي حالته صعبة جدا. ما تكمل، ومراتك مش كده؟ بس أنا خطيبتك وليا فيك زيها بالظبط وأكتر كمان، ومش هسمح لك تكسر قلبي الكسرة دي، سامعني ولا لأ؟ أنا ما قلتش هسيبك، لكن برضو مش هقدر أسيبهم هنا، وفاكر كويس كل حاجة عملتيها معايا انتي وأبوكي، ومش محتاجة كل شوية تفكريني بيها، بس علشان خاطري قدري وضعي. ماشي يا عاصم، بس أنا مش هنسحب من حياتك وهفضل هنا، مش ده بيتك برضو؟ أنا عايزة أقعد بقى معاك ولا هتطردني منه؟ عاصم سكت وهو مش عارف يقول إيه، وفي اللحظة دي قرب منه أخوه بص ناحيتها بضيق
وكان الكل فعلا مش متقبل وجودها، لأنهم شايفينها غريبة عنهم وكمان عايزة تاخده منهم. لا مؤاخذة، محتاجة أخويا في كلمتين. براحتك، أنا هروح أشوف لي مكان أبات فيه، أصلا أنا ناوية أقعد هنا، وعاصم حبيبي عزم عليا في بيته اللي هو زي بيتي بالظبط دلوقتي. تصبحوا على خير بقى. اللي بتعمله ده غلط يا أخويا. ها؟ وأنا عملت إيه يا أسامة؟ حتى أنت كمان، مع إنك أكتر واحد عارف إن أنا مش فاكر أي حاجة، بس أكيد ما نسيتش أصولنا وعاداتنا. هنا بيتنا صحيح مفتوح لكل الناس، لكن ما تقربش منها، ودي حتة خطوبة بينكم على كلامكم يعني، فبرضه مش كفاية. وحاول تصلح وضعك مع مراتك اللي استحملت ياما كتير معاك، هي ما تستاهلش منك كده يا عاصم. أنا مش فاهم لحد دلوقتي إزاي حبكم اللي كانوا بيحكوا عليه الناس كلها يتحول لكده. ونصيحة مني، ما تطلقوش، سيرها لحد ما الذاكرة ترجع لك، وانت بنفسك اللي هتندم لو طوعت عقلك وطلقتها. عاصم مردش عليه وسكت، لكنه فعلا ما كانش عايز يطلقها، رغم انه مش فاكر حاجة، لكن فكرة انها تروح لغيره اللي قالتها له في وشه ضايقته وخلته يعند معاها، وانه مش هيسيبها على الاقل حتى بعد ما ترجع له الذاكرة. ندى وقفت قدام الدولاب وكانت لسه هتغير هدومها، اتخضت من اللي دخل بسرعة وغطت نفسها وقالت: مش تخبط قبل ما تدخل؟ في حد يدخل على حد كده؟ واستأذن ليه وانا داخل على مراتي؟ ولا انت مش مراتي برضو؟ فعلا مش مراتك، والوضع اللي احنا فيه ده هيكون مؤقت. انا لولا مرات عمي فضلت تتحايل عليا كتير هي وعمي عزام كنت سبتلك البيت ومشيت، وكمان علشان المشاكل اللي بيني وبين اخويا، ومش عايزه وجع دماغ دلوقتي. لكن خليك متأكد ان احنا خلاص قصتنا انتهت من اول ما بصيت لواحدة تانية. هو انت دماغك دي فيها ايه؟ نفسي افهم. هو انا بصيت لغيرك قاصد؟ هو انا فاكرك من الاساس؟ لو بتحبني بجد عمرك ما كنت هتنساني، ولا هتقبل على نفسك تقرب لغيري. ده انا ذات نفسي رحت للموت علشان ما اعملهاش، وانت كنت بالنسبه لي ميت. تعملها انت يا عاصم وانا عايشه وتقهرني؟ قرب منها ورفع ايده ومسح دموعها. هو انا صحيح مش فاكرك، لكن كل ما ابص في عيونك بحس احساس غريب قوي، لكن مش بيضايقني، ونفس الاحساس اللي انا حسيته برضو ناحيه ابنك اللي المفروض ابننا. يعني لما حضنته ما كنتش عاوز ابعد عنه، زي ما انا مش عايز ابعد عنك دلوقتي. قلبي بيوجعني واحنا بنتعامل زي الاغراب مع انك حي قدامي. اصلك ما تعرفش انا كنت مستنيه اللحظه دي قد ايه، وكنت بحلم بيها طول العمر، علشان عارفه انها هتحصل، ويوم ما تحصل مش فاكرني؟ لا، وكمان عشت نفس اللي حصل مع غيري. انتي فاهمه غلط، انا ما بحبش اسيف. قلتلك خطوبتي منها علشان هي اللي ساعدتني والوحيده اللي كانت قدامي، انما انا مش فاكر في مره قلتلها بحبها، ولا قربت منها ومسكت ايديها زي ما انا واقف قدامك دلوقتي. ما انت خاطبها دلوقتي، يبقى مسيرك هتعمل كده وقت ما تتجوزوا. بس انا متجوزك انت دلوقتي يا ندى، وعايزك انت دلوقتي كمان. تاني يوم اسيف صحيت الصبح وبصت حواليها باستغراب. امال فين آسر؟ قصدي يعني عاصم، مش شايفاه ليه؟ هو راح مشوار ولا حاجه مع انكل عزام؟ اصلا انا مش شايفاه هو كمان موجود. امال ردت عليها وقالت باستفزاز: انكل راح شغله يا حبيبتي لوحده، وشويه وولادي المفروض يروحوا يساعدوه، بس عاصم لسه مصحيش، الظاهر كده مش قادر يبعد عن حضن مراته. أسامة كان قاعد بيفطر ومسك ضحكته بالعافية، وأسيف قالت بحدة: انتي قصدك ايه؟ هو عاصم فين بالظبط وبيعمل ايه؟ ما تخليكي ناصحة بقى وتفهميها لوحدك. راجل ومراته نايمين فوق مع بعض، وبقاله كتير بعيد عنها، فأكيد مشتاق لها، والاتنين مش قادرين على البعد أكتر من كده. ده من ساعة ما دخلها الأوضة من امبارح لحد دلوقتي ما طلعش. أنا بفكر أطلع لهم الفطار والغدا بالمرة طالما مطولين، وربنا يسمع مني ويجيبولي حفيد تاني. أسيف اتجننت وتعصبت من كلامها في اللحظة دي، فبسرعة جريت على فوق وتجاهلت أمال اللي بتنادي عليها، لحد ما فتحت الأوضة عليهم واتصدمت لما لقيتهم فعلا الاتنين في حضن بعض. آسر، قوم هنا وفهمني بتعمل ايه معاها؟ الاتنين قاموا مخضوضين، وندى بسرعة غطت نفسها وهي مصدومة، وعاصم قال بغضب: انت اتجننتي في عقلك يا أسيف؟ ازاي تدخلي علينا من غير ما تستأذني؟ هو انت خليت فيها عقل؟ وبعدين كمان عايزني استأذن وانت في حضن الهانم؟ هي حصلت بتخني عينك كده وانا في بيت واحد معاك؟ انا ما شفتش واحد زيك ندل وخاين كده. ندى قامت وهي متعصبة: انا خلاص جبت اخري منك، انت مجنونة يا بت انت ولا ايه؟ هو مين اللي خانك معاها؟ اعكسي الحسبة هتلاقي العكس، انت اللي اخدتيه مني ومن اهله، وبعدين مين اللي خاين؟
انا مراته، فاهمه يعني ايه مراته؟ وانا خطيبته، وقريب هكون زيك، يبقى لازم يحترمني ويعمل حساب ليا. امال دخلت وقالت بضيق: طيب يا سنيوره، وعقبال ما يتجوزك بقى يبقى مالكيش دعوه بيه، ينام في حضن مراته ولا يبات عندها بالليالي، وده اللي المفروض يحصل. انت هتفضلي تبصلنا كتير وتنفخي؟ ما يلا بره بلا قله حياه. انا عارفه ابني جابك من انهي داهيه. ما تحترمي نفسك يا ست انت وتخليكي في حالك، محدش اصلا كان وجه لك كلام، انا بتكلم مع خطيبي. يا نهارك اسود ومنيل، انت بتقلي ادبك عليا. الله يرحم ايامك يا ندى، عمرها ما فكرت تعملها، ولا ابني سمح لها بكده رغم انه كان بيموت فيها. عاصم قرب منها وهو متعصب: اول واخر مره تكلمي امي بالطريقه دي، اعتذري حالا. انت هتفضلي بصالي كتير؟ اتاسفي لها حالا، يا اما من الليله دي تعتبري كل اللي بينا انتهى. واعتذري كمان لندى، علشان تاني مره لما تدخلي هنا تستأذني، وما تدخليش علينا تاني اصلا. سمعتي كلامي ولا تلمي شنطتك وتمشي؟ أسيف ضغطت على نفسها بالعافية لما حست إنها هتخسره، وهي للأسف مجنونة بحبه، فاضطرت إنها تتأسف لهم. وندى وأمال اتفاجئوا من ردة فعل عاصم، لكن كان نفسهم إنها تمشي. ندى كانت شايلة في إيديها الغسيل وهي معدية، لكن وقفت لما شافت عاصم واقف بيلعب مع ابنه، وكانوا الاتنين مبسوطين قوي، فاتنهدت جامد بحزن ودخلت على جوه. وعاصم لما أخد باله منها: طيب يا حبيبي كفاية بقى كده، ونبقى نكمل بالليل، وأنا هروح أشوف ماما، بس خليك فاكر وقفنا لحد فين. ندى كانت واقفة بترتب الهدوم، واتنفضت أول ما حست بحد بيحضنها من ورا، وهمس في ودنها وقال: معدية وعاملة نفسك مش شايفاني ليه؟ ده أنا قلت ليلة امبارح خلاص قصرت ما بيننا مسافات. عاصم ابعد عني، واللي حصل امبارح ده مش هيتكرر أصلا، طول ما انت مش عارف مصيرنا ايه هنا مع بعض. جرى ايه؟ أنا قلتلك مش هطلقك ومش هسيبك تروحي للزفت اللي كنتي عايزة تتجوزيه ده، وانتي أصلا على ذمتي، فبتفكري في ايه؟ واللي بينا خلاص اتحسم، وان ما كانش علشان خاطرنا يبقى علشان خاطر العيل اللي بره ده، اللي انا بالعافيه حاولت معاه وانا مش فاكره اصلا، وبحاول معاكي برضه وانا مش فاكرك، وبرضه مفيش فايده، وشايفه بس الوحش اللي انا بعمله. وخطيبتك هتعمل معاها ايه؟ عاصم حتى لو بحبك فمش قادره استغنى عنك. امبارح فعلا حسيت بده لما ضعفت بين ايديك، لكن برضه مش هقدر استحمل واحده تشاركني فيك، وانت اهو مش قادر مجرد كلام. امال انا اعمل ايه وشايفاها قدامي؟ ياه، بتحبيني للدرجه دي؟ بس انا كمان بقيت متاكد من كلامك ان احنا كان بينا قصه عشق كبيره قوي، والدليل امبارح من ليله واحده حركت فيا مشاعر كتير يا ندى، وحسيت فعلا ان انا اعرفك من زمان. يمكن خلاص الموضوع قرب، فما تبعديش عني تاني. انت اللي بعدت يا عاصم، ولسه بتبعد كمان اكتر. وبعدين معاكي بقى يا ندى، ريحي نفسك، انا مش هسيبك. واذا كان في الاول كان مجرد احساس غيره على شرفي، فدلوقتي غيره حب اتزرع جوه قلبي من تاني. حب؟ هو انت افتكرت يا عاصم؟ علشان خاطري قول انك افتكرت اي حاجه. هو مش بالظبط، بس انا وجودي هنا فعلا بقيت افتكر حاجات بسيطه، لكن مش كل حاجه للاسف، وقربي منك امبارح ساعدني في ده، علشان كده بقولك ما تبعديش. واذا كنت بحبك اولاني ومش فاكر، فخليكي متاكده ان انا وقعت في حبك من تاني يا ندى. ندى ابتسمت وسط دموعها غصب عنها، وعاصم قرب منها بحب فعلا، وهي ما قدرتش تمنعه وضعفت قدامه تاني. عدت فترة وأسيف كانت هتموت من الغيظ وهي شايفاهم قريبين من بعض، وعاصم كان بدأ يندمج مع ندى خلاص، رغم انه لسه ما كانش رجعت له الذاكرة كاملة، لكن كان زي ما قال لها وقع في حبها من جديد. وده طبعا ما عجبش أسيف، ورفضت انها تنسحب من حياتهم، لكن قررت انها لازم تخرج ندى من حياتهم للأبد. وفي مرة ندى كانت ماشية في البيت، اتفاجئت بأسيف خبطت فيها جامد: مش تحاسبي وتخلي بالك؟ مش تحاسبي وتخلي بالك وتبصي قدامك؟ ولا خلاص من كتر ما انت بقيتي جحدة وقاسية وخطافة رجالة ما بقاش يفرق معاكي حاجة؟ اللهم طولك يا روح، هو انت يا بنت انت ماشية تقولي شكل للبيع؟ ما بتفوتيش اي فرصة اكون معدية الا وتقعدي ترمي كلمتين. بس ريحي نفسك، ما بقاش ياكل معايا الكلام ده ولا يفرق في حاجة، علشان عاصم حبيبي يعتبر كده رجعلي، ومتأكدة ان وجودك هنا مسألة وقت، والدليل انه مش معبرك اصلا. بس انت اللي بجحة بقى ومش راضية تسيبينا في حالنا، هنعمل ايه؟ أسيف اتعصبت واتضايقت من كلامها لانه صح، ومسكتها من ايديها جامد وقالت بغل: كل حاجة كانت تمام،
مش عارفة ظهرتي في حياتنا ليه؟ أنا اللي حبيته، وأنا اللي عملت المستحيل علشان يعجب بيا ويقرب مني، علشان كده ساعدته. أمال كنت بعمل كل ده ليه؟ علشان عجبني وبقى بتاعي من أول ما اتخطبنا. يعني انتي مالكيش مكان وسطنا. خلي عندك دم، والمفروض أصلا كنت تبعدي من أول يوم عرفتي إنك مالكيش وجود، بدل ما تخربي على واحد ومراته وابنهم. لكن خليكي عايشة في الأوهام، لأن عاصم حتى لو الذاكرة ما رجعتلهوش فهيمشيكي بعد ما يعرف إن أنا بقيت حامل. أسيف في اللحظة دي كانت خلاص فقدت أي ذرة عقل فيها وزقتها جامد من على السلم، وندى اتصدمت من اللي حصل ووقعت على السلم وهي بتصرخ والكل جري على صوتها. أنا كنت لسه بكلمها لقيتها فجأة وقعت لوحدها. عاصم جري عليها بسرعة. ندى، لا، علشان خاطري فوقي وياك تسيبيني، أنا مبقتش قادر أستغنى عنك فعلا وحبيتك. يا مراري، حد بسرعة يطلب الإسعاف، البت بتنزف. ندى كانت لسه فيها النفس وقالت: عاصم، أسيف هي اللي زقتني، كانت عايزة تموتني لما قلت لها إن أنا حامل. خلي بالك من يوسف لو جراله حاجة، وإياك تأثر معاه حتى لو ما افتكرتهوش. عاصم في اللحظة دي اتجنن وما كانش شايف قدامه، فبسرعة مسك أسيف في إيده اللي اتصدمت إنه بيخنقها وعاوز يقتلها من كتر غضبه، وبالعافية لحقوها وبعدوه عنها بعد ما طلبوا لها البوليس والإسعاف. كمان نقلت ندى للمستشفى. ندى فتحت عيونها بألم وقالت: أنا فين؟ أخيرا يا ندى فقتي، بقالك شهرين على الحال ده في الغيبوبة. حرام عليكي، كنت خايفة أخسرك وأنا حاسس بالذنب من ساعة اللي حصلك، علشان أنا اللي جبت الزفت أسيف دي. هو أنا بقالي شهرين في غيبوبة؟ وبعدين أنت مين؟ ومالك مقرب مني بالطريقة دي ليه؟ هو أنت تعرفني؟ ندى، هو أنت فقدت الذاكرة؟ لا حرام عليكي، حاولي تفتكريني. يعني أنا الحمد لله افتكرتك وأنت تنسيني؟ ده إيه الحظ ده؟ ندى ما قدرتش تمسك نفسها من الفرحة وقالت: الذاكرة رجعت لك بجد يا عاصم؟ وخلاص افتكرتني؟ ما بقاش غيري في حياتك؟ طب ما انت فاكرة اهو، بتلعبي عليا يا ندى؟ عايزة يعني تردها لي علشان تحسسيني باللي انا كنت بعمله فيكي؟ على العموم يا ستي ما تقلقيش، وانا والله العظيم كنت بموت من غيرك وانت في المستشفى، فربنا جابلك حقك يا ستي. ما هنتش عليا اكمل اللعبة، بس فعلا كنت عايزاك تحس شوية باللي انا حسيته لما دخلت واحدة حياتنا، وكمان جايبها قدامي وبتقول انها خطيبتك وبتحبوا بعض. كنت عايزني يعني اعمل ايه؟ المفروض تحمد ربنا ان انا ما قتلتهاش وقتلتك. قرب منها وباس دماغها وايديها. حقك عليا، والله العظيم عقلي ما كان فيا. انا اول ما افتكرت كل حاجة وانتي في الغيبوبة بقيت كل شوية عمال اندم على كل لحظة عملت فيكي كده. وبعدين المفروض تفرحي، انا مش وقعت في حبك لتاني مرة برضو وانا مش فاكرك؟ صح، حصل، ودي اكتر حاجة كانت مصبراني، ان حبي هيفضل عايش جواك مهما نبعد عن بعض. انا بحبك قوي يا عاصم، وانا بموت فيكي يا روح عاصم. بعد فترة ندى خرجت من المستشفى وحست بالحزن لما عرفت انها خسرت ابنها، لكن عاصم حاول يعوضها والحمد لله انها جت على قد كده، وحمدت ربنا فعلا انها خلصت من كابوس اسيف والذاكرة رجعت لجوزها اللي بدأ يعوضها عن كل حاجة وقدر يعيشها في سعادة وهنا وينسيها اللي فات. وفي النهاية العشاق قدروا يتخطوا أوجاعهم ويرجعوا لبعض من تاني. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. هستنى رأيكم في الكومنتات واستنوني في حكاية جديدة. سلام.